احنا عايزين الناس تتغذى للصحة وليس فقط تتغذى للعلاج. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. النهارده هنكلمكم عن مريض الكلى والأنظمة الغذائية المفروض إنه يتبعها. مهم جدا إن مريض الكليتين وهو بياخد أو بيخضع للعلاج الدوائي أو الغسيل الكلوي حسب البرنامج اللي بيحطه الطبيب، إنه يتنبه كويس جدا لما يأكل وما يشرب. كل طبيب المفروض إنه ينبه على هذا المريض بشكل أو بآخر، أو يحوله إلى أحد المتخصصين في التغذية الصحية. أنا بسميها التغذية الصحية لأن احنا عايزين الناس تتغذى للصحة وليس فقط تتغذى للعلاج. الطبيب هيحدد لهذا المريض حسب الوظائف اللي هو بيقوم بيها. هل المريض ده بيشتغل شغل عنيف مثلا في إرهاق شديد؟ هل الموظف أو المريض ده بيشتغل شغل بسيط، شغل موظف بسيط؟ هل بيبذل مجهود عضلي؟ هل كل الكلام ده كلام مهم؟ هل هو طفل صغير؟ هل هي ست كبيرة؟ كل الكلام ده متعلق بصحة الجسم وكفاءة الكليتين، حتى لو كانت فيها بعض المشاكل. فبالتالي يخضع هذا المريض لمراقبة غذائية صحيحة وسليمة.